ماشي كلشي وقع كيف بغيت، ولكن في هاد الايام وليت كنفكر في واحد السؤال اللي هو علاش الناس كيفشلوا في التغيير. كل عام كنقولوا غادي نبدلوا حياتنا، غادي نوليو حسن، غادي نبداو السبور، القرايه، نتعلموا لغه جديده ولا نخدموا على احلامنا. من بعد ايام ولا اسابيع كنرجعوا لنفس العادات. وفي هذا الفيديو غنعطيك 5 الاسباب علاش ما كتبدلش حياتك وكتبقى تاجل. والسبب الاخير هو المهم. السبب الاول هو كتسنى الحماس. بزاف ديال الناس كيتسناو الحماس باش ينوضوا يخدموا، ولكن المشكل هو ان الحماس كيبقى غير ايام قليله. الا كنتي كتسنى الحماس باش تقرا ولا تخدم ولا تبدل حياتك، عمر التغيير ما غادي يكمل. الناس اللي كيوصلوا ماشي هما اللي كيتسناو الحماس، بل الناس اللي كيديروا حاجه حتى الا ما بغاوهاش. والسبب الثاني هو انك كدير اهداف كبار. كتفيق واحد النهار كتقول غادي نبدا السبور، ولا غادي نتعلم الانجليزيه، ولا غادي نقرا كتاب، ولا كتقول غادي نحبس التليفون، ولا غادي نبدا مشروع. وكتبغي تبدل حياتك كامله في نهار واحد، ومن بعد ايام قليله كتوقف ولا كتعيا. افضل ليك هو انك تبدا واحد البدايه صغيره وتستمر عليها. والسبب الثالث هو الفشل. بزاف ديال الناس ما كيبداوش اصلا حيت خايفين من الفشل، ولكن الحقيقه هي ان الفشل جزء من الرحله، وما كاين حتى واحد نجح بلا فشل. المشكل ماشي انك تفشل، المشكل هو انك توقف من بعد ما تفشل. السبب الرابع هو انك كتقارن راسك بالناس الاخرين. كتشوف ناس عندهم الفلوس، كتشوف ناس سبقوك بسنين، وكتحس انك متاخر، ولكن انت ما خاصكش تقارن البدايه ديالك مع النتيجه ديال واحد اخر. قارن راسك اليوم مع راسك البارح فقط. والسبب الخامس وهو الاهم، كتبقى تسنى الوقت المناسب. وقع لي انا كنت كنأجل، كنقول شنو الشيء من بعد الامتحانات، من بعد الجهوي السنه الجايه. هي أن الوقت المناسب عمرو ما غيجي. إلا كنتي غتسناه فغير غتضيع داك الوقت اللي عندك تاعو. أي شخص راه بدا قبل ما يكون مستعد 100%. في الأخير إلا بغي تبدل حياتك كاملة، متفكرش كيفاش تبدلها كاملة. فكر غير في واحد الحاجة، وشنو هي أصغر خطوة نديرها اليوم. يمكن 10 دقائق ديال الإنجليزية، يمكن تقرا واحد كتاب، يمكن واحد الفكرة صغيرة تطبقها على أرض الواقع. خطوة صغيرة اليوم أحسن من خطوة ما عمرهاش. ونشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.